وهنا بوريك نتيجة حقيقية لمسناها في موقع لسه جديد تماما زي ما انت شايف كده. في خلال بس 6 شهور قدرنا نوصل للنتيجة اللي انت شايفها دي، 380 AI overview، وعندك هنا 16 زيارة في شات جي بي تي، وعندك هنا كمان 9 صفحات ظهروا في بريكسبيليتي. وده بيأكد ان الحمد لله الفريم ورك ده ناجح بشكل ممتاز جدا، وتقدر تطبقه من بكره. المايلستون بتاع الاس اي او، لان حرفيا من غير الاس اي او والمايلستونز دي مش هتقدر تطلع في الجي اي او والاي اي عموما. طيب دي الاليمنتس اللي انت محتاج تعمل لها اوبتمايزيشن عشان تبتدي تطلع في محركات البحث زي جوجل، وتبتدي تروح لمرحلة ال LLMS وتطلع فيها بشكل مظبوط، او ال AI عموما. طيب احنا محتاجين هنا نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا محتاجين نظبط السوشيال نتورك بتاعتنا تكون بنفس اليوزر نيم على قد ما نقدر. محتاجين نعمل ويب ديزاين شكله ممتاز جدا عشان اليو اكس واليو اي ويحمل بسرعه وهكذا. محتاجين نعمل ويب سايت اوبتمايزيشن اللي هو التكنيكال اس اي او. محتاجين بقى ان احنا نبني استراتيجي بيزد اون البيزنس بلان بتاعنا، وبيزد اون الاوبجكتيف اللي حاططها لنا الماركتنج مانجر، عشان كلنا نطلع لقدام ونخدم المؤسسه بشكل سليم. محتاجين نعرف منهم هم محتاجين ايه بالظبط مننا عشان نبتدي ننفذه. بعد كده الكيوردز اللي احنا استخدمناها دي هل هي مناسبة للموقع بتاعنا في مرحلته الأولية ولا هي مش مناسبة، وهنبتدي نعرف الموضوع ده بشكل أفضل وأحسن في الكيورد ريسيرش. طيب الكونتنت بتاعنا هل هو تمام؟ بتشوفي المنافس مغطي الجزء بتاع التوبيكال أثوريتي في الحتة دي ولا لأ؟ هل المنافس مثلا وقعت منه LSI معينة او related keywords ليها علاقة بالمقال دون وانت مش حاططها؟ بعد كده كمان بعد ما بتشغل الارتكل دي او تبتدي يجيلك ترافيك على الصفحة دي، بتروح على جوجل سيرش كونسول وبتبتدي تشوف ايه الكلمات اللي انت ظهرت فيها، وتبتدي تضيف الفقرات دي عشان تطلع بشكل افضل، او تعمل مقال جديد لو الكلمة دي كبيرة شوية او تقدر تكتب فيها اكتر.